ناس كتير كلمتنا عندها مشاكل في المواقع بتاعتها، زي المصانع والشركات والكومباوندات، وبالاخص الكومباوندات اللي تحت الانشاء. بيواجهها مشاكل سرقه الخامات والمعدات اللي موجوده فيها. معاكم اشرف معاذ. اكبر مشاكل بتواجههم تسجيل العماله وهي داخله وخارجه، وزائد التفتيش بتاعهم، والعربيات اللي بتنقل الخامات داخل المصنع واللي خارجه بالمنتجات من المصنع. عندنا كل ده حليناه بطريقه ان احنا بننزل حد من عندنا من العمليات والتشغيل للموقع قبل نزولنا احنا الموقع اصلا. بياخد التعليمات اللي العميل بيطلبها من الشركه عندنا او اللي عايزها الفرد الامني يعملها، وبندي الفرد الامني قبل ما ينزل الموقع دوره تدريبيه. لقيت نزولنا الموقع بينزل مع الافراد فريق من العمليات والتشغيل، بيتابع ازاي الافراد بتنفذ التعليمات اللي خدتها بالتقييم الامني اللي خدوه قبل ما ينزل الشركه. وللمصداقيه مع العميل قبل ما ينزل الافراد عنده، التقييم الامني بيبقى متسجل وبيتبعت للعميل، وده للمصداقيه. شركه فلاي للامن والحراسه. عندنا فريق دعم وتدخل سريع للطوارئ، بينزل وقت اي حدوث اي مشكله يحل المشكله. الفريق ده مجهز ومدرب على اعلى مستوى. جميع المعدات والخدمات الامنيه بنوفرها على اعلى مستوى. شركه فلاي، هدفنا حمايتك.